هولندا بلا منازع اكتر منتخب كان يستحق يكسب كاس العالم بس معرفش، وهي البلد الوحيده اللي توصل 3 نهائيات مختلفه بدون ما تحقق اللقب. فازاي بلد قدرت تقدم اكتر من جيل ذهبي ورا بعض تفشل في انها تكسب البطوله دي؟ في الفيديو ده هنشوف القصه كلها. في السبعينات الكره الهولنديه كانت اقوى كره في العالم، وانا عارف ان الموضوع ده ممكن يبان غريب دلوقتي عشان محدش بيسمع حاجه عن الدوري الهولندي، بس ساعتها فريق اياكس مثلا كسب 3 دوري ابطال ورا بعض. اللي خلى هولندا مسيطرة على أوروبا هو أسلوب لعب جديد اتسمى توتال فوتبول أو الكورة الكلية. باختصار الأسلوب ده بيعتمد على حاجتين، أولهم سلاسة اللعب، وإن كل لاعب بيكون عنده حرية كبيرة في الحركة حسب تيمبو الماتش، وما يكونش كل واحد متمسمر في مكانه زي ما بنشوف مع مدربين زي جوارديولا في السيتي اللي بيعتمد في أسلوبه على إن كل واحد يلتزم في مكانه في الخطة والكرة هتجيلك بعد بساطات كتيرة. وثانيا الضغط العالي، وهنا كان حرفيا الضغط بمعنى إن اللعيب يستلم الكرة من هنا يلاقي 4-5 جايين عليه، المنظر اللي بيخلي اللاعب يتوتر جامد وما يعرفش هو المفروض يعمل إيه. طب إزاي منتخب ولاعيبة بالجودة دي ما قدروش يكسبوا كأس العالم؟ أول فرصة حقيقية جت في 1974، وساعتها هولندا كانت المرشح الأول في الفوز، وقدروا يكسبوا منتخبات تقيلة زي البرازيل والأرجنتين، ووصلوا للنهائي ضد ألمانيا. المنتخب والجماهير كانوا شبه واثقين إن خلاص المنتخب هيرجع بلده والكاس معاهم، بس كل ده اتغير يوم 6 يوليو ليلة الماتش. طب ايه اللي حصل؟ الجريده الالمانيه بيلد نزلت مقال بتقول فيه ان لعيبه المنتخب الهولندي كانوا سكرانين ومقضيين سهره مع بنات وشرب كتير، الخبر اللي خلى الجماهير الهولنديه تهاجم اللعيبه على الاستهتار وعدم الاحترافيه، وبالذات انك عندك نهائي كاس عالم تاني يوم، ده غير الهجوم اللي جاي للعيبه من اسرتهم اللي اتهموهم بالخيانه مع بنات تانية. لعيبه هولندا انكرت كل الاتهامات دي، ويوم الماتش حبوا يثبتوا انهم فايقين وان مفيش حاجه حصلت، وفي الدقيقه الثانيه المنتخب ينفجر ويقدر ياخد ضربه جزاء ويسجل الهدف الاول، بس من كتر الضغط النفسي ما قدروش يكملوا بالمستوى المعتاد ليهم، وفي الشوط الاول بيستقبلوا هدفين والماتش بيخلص 2-1 لالمانيا. ناس كتير لحد دلوقتي بيقولوا ان المنتخب خسر النهائي ده من قبل ما يلعبوه، ولولا اللي حصل بين الصحافه كانوا هيقدروا يكسبوا البطوله، ولحسن حظهم الفرصه دي جات لهم في النسخه اللي بعدها على طول، ولكن المره دي من غير يوهان كرويف اللي قرر ما يشاركش لاسباب شخصيه، منهم حرفيا محاوله خطفه قبل البطوله. بس الفريق كان لسه قوي جدا ومعتمد على نفس اسلوب اللعب بتاع السنين اللي فاتت، وبالفعل قدر يوصل النهائي للسنه الثانيه على التوالي، والمره دي ضد البلد المنظمه للبطوله الارجنتين، والكل يعرف جنون مشجعينهم، وده نهائي كاس عالم وعلى ارضك، فالاستاد كان حرفيا مليان للاخر، والجمهور الارجنتيني قدر يخلق جو في الملعب يوتر اي منتخب يلعب ضده مهما كان، والضغط اللي اصلا كان على هولندا عشان يعوضوا جماهيرهم عن النهائي اللي فات خلى اللعيبه تلعب الماتش وعليها عبء نفسي رهيب. والموضوع ما طولش، الارجنتين تخطف الهدف الاول في الدقيقه 38 وتفضل متقدمه لحد اخر الشوط الثاني، بس مره واحده ده يحصل، هولندا تتعادل في الدقيقه 82 من الماتش وتقدر توصل للاكسترا تايم ويجي لها دفعه معنويه انها تحاول تكسب، بس للاسف المحاوله دي فشلت، والارجنتين مش بس تجيب جون، لا دول يجيبوا جونين ويكسبوا 3-1، وللمره الثانيه على التوالي المنتخب الهولندي يكون على وشك تحقيق البطوله بس يخسروا. النهائي ده كان حرفيا اخر تكه لهولندا، من بعدها اللعيبه والجماهير فقدوا الامل انهم يحققوا البطوله دي، بالرغم ان هم قدروا يعملوا جيل جديد فيه اساطير زي خولت وفان باستن، الثنائي اللي قدر يكسب البالون دور، وفرانك رايكارد معاهم خلاهم ثلاثي من الاقوى في تاريخ الكوره، وبالفعل قدروا يكسبوا اليورو مع بعض. بس لما الموضوع جه لكاس العالم النهايه ما اختلفتش، بس المره دي الجيل ده طلع من الدور ال16 مش النهائي، والجيل اللي بعده على طول كان برضه مليان اسامي تقيله، بيركام، كلايفرت والعملاق فان دير سار في الحراسه، والصراحه الجيل ده ادى بطوله محترمه، قدر يكسب الارجنتين ويوصل لنص النهائي ضد البرازيل بقياده رونالدو، وبرغم من صعوبه المنتخب البرازيلي هولندا تقدر توصل لضربات الجزاء بس تخسر 4-1. من ساعتها ولمده 12 سنه هولندا ما قدمتش منتخب يقدر ينافس على البطوله، بس كل ده اتغير في كاس العالم 2010. ساعتها هولندا كان عندها واحد من احسن التشكيلات في البطوله، والثلاثي بتاع فان بيرسي، روبن وشنايدر كان في اعلى مستوياته، وبالفعل يبداوا البطوله بالعلامه الكامله 3 انتصارات في المجموعات. ستايل هولندا في اللعب اتغير عن الستايل بتاع السبعينات، بس جوده اللعيبه فضلت زي ما هي. في ربع النهائي يكسبوا البرازيل بعد تألق من الحارس الهولندي، وفي نص النهائي يواجه الاوروجواي ويكسب 3-2، وبعد الفوز ده هولندا تاخد مكانها في اول نهائي من 1978 وتواجه اسبانيا. الجيل ده جات له الفرصه انه يعوض المشجعين القدام ويكسب بلده البطوله اللي تستحقها من زمان، واللعيبه اثبتوا ده في الماتش. المنتخب الهولندي كان نازل حرب انتقام مش مباراه كوره، 28 فاول، 8 انذارات وطرد، ورغم انك بتلاعب فريق مدافعين راموس وبيكيه وبيول، المنتخب الهولندي جات له اكتر من فرصه للتهديف. اللعيبه حرفيا عملت كل حاجه ممكن تتخيلها، بس كل المحاولات دي فشلت لسبب واحد، إيكر كاسياس، الحارس اللي بمعنى الكلمه قدم ماتش عمره، ولولا تصدياته الحاسمه هولندا كانت سجلت اكتر من مره. الماتش فضل بدون اهداف وراح الاكسترا تايم، وساعتها مدافع هولندا جون هيتينجا اتطرد وده خلى الوضع اصعب.
بس الفريق كان حاطط امل ان هم يحاولوا يوصلوا لضربات جزاء ويكسبوها، بس قبل ما الماتش يخلص ب4 دقايق بس انيستا يحطم الامل ده ويسجل هدف الفوز لاسبانيا، وللمره الثالثه منتخب هولندا يخسر النهائي ويرجع ايده فاضيه. ومن ساعه الماتش ده ولحد دلوقتي هولندا مش قادره توصل لنهائي تاني، برغم ان المنتخب لسه يعتبر قوي، بس اللعيبه نفسها مش حاسه انهم يقدروا يحققوا اللقب اللي اجيال قبلهم حاولوا وفشلوا فيه. التجارب السابقه هتفضل كابوس بيطارد كل جيل يحاول يثبت نفسه ويكسب البطوله الاقيم في كره القدم. قصه المنتخب الهولندي بتبين قد ايه ان الارقام في الكوره خادعه وما بتديش الصوره كامله. لو واحد لسه بيتابع كوره جديد وشاف ان هولندا ما كسبتش ولا كاس عالم، ممكن يفتكر انها ما كانتش قويه زمان او انها منتخب عادي، بس لما يعرف اكتر عن تاريخها هيفهم ان الموضوع اعمق من كده بكتير. وده يثبت ان الارقام مش كل حاجه، بس مش كل الارقام زي بعضها. عندك رونالدو مثلا اللي مستني رقم معين عشان يعتزل، لو عايز تعرف ايه هو وقصته ايه تقدر تشوف الفيديو من هنا، وهسيب لك لينك تحت. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف زيه تاني. اشوفكم الاسبوع الجاي.